أهلا بيكم متابعينا مع فيديو جديد ملخص أجدد. وقبل ما نبدأ أتمنى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا نشوف. بتبدأ قصتنا مع صوفيا اللي بتتمشى مع دانيال وبتكون بتستغل مشاعره عشان يساعدها في الدراسة. وفي أثناء ما صوفيا في موعد مع دانيال، حارس بتتصل بوالدته وبتطلب منه يخرج في موعد مدبر، بس بيقولها أجل كلامنا في البيت. ولما بترجع صوفيا من بره بيتصل بيها دانيال تاني، لكنها بتتجاهله وبتدي تليفون لعائشة صديقتها في السكن تقول له أي حاجة عشان ما يصدقهاش. لما دانيال بيسأل عائشة عن مشاعر صوفيا ناحيته بتتهرب من السؤال وتحس بالحزن شوية تجاه دانيال، وبتلوم صوفيا على استغلالها ليه. ولما بتروح صوفيا تقابل حارس بنشوف إن القبول مش قوي بينهم وإن حارس مش حاببها. وفي هذه الأثناء دانيال بيقابل عائشة وبيسألها عن مكان صوفيا، لكنها بتتهرب منه وبتقوله أكيد مشغولة في حاجة. ولما الليل بيجي بيروح يشوفها في البيت وبيتصل عليها، لكنها بتتجاهل المكالمة عشان هي بيت حارس معزومة على الغدا. بس الجدة بتاخد بالها، ولما بتسألها بتقولها دي عائشة هبتصل بيها بعدين. وبيظهر إن الجدة مش مستلطفاها قوي برضه، ومستلطفة صديقتها عائشة أكتر. الأم بتعرض عليها تبات بعد الغدا، بس الجدة ماريا بتقول لحارس يوصلها لسه الوقت بدري مش مضطرة تبات. وبيظهر على الأم اهتمامها بصوفيا عكس الجدة وحارس. عائشة بتكلم والدتها إنها تقدم لوظيفة خارج ماليزيا، ولما أمها بتكلمها عن الجواز بتقولها إنها مش مهتمة بالموضوع ده وما عندهاش مشكلة تعيش عزباء. حارس بيوصل صوفيا وهي بتكون متضايقة جدا من فتور عاطفه اتجاهها، ودانيال بيشوفها وهي نازلة من عربيته لكن مش بياخد أي رد فعل. ولما بتدخل بيتها بتشتكي لعائشة من تعامل حارس معاها وإنه مشي من غير ما يقولها تصبحي على خير حتى. بس عائشة بتقولها عادي هيحبك أكتر بعد الجواز. فصوفيا بتسألها لو تعرف ساحرة لقلب الحبيب تساعدها، فبتستنكر كلامها وبتقولها بطلي دجل وخرافات حرام. بتتصل الجدة بعائشة وبتطلب منها تزورها على الغدا، ولما صوفيا بتسمعهم بتتضايق من اهتمام الجدة بعائشة. بيتقابل دانيال وصوفيا في الجامعة وبيديها الواجب بتاعها وبتاكل بعقله حلاوة وتمشي. والدة حارس بتقابل صوفيا وبتعزمها على الغدا عشان تقوي علاقتها مع خطيبها. ولما دانيال بيتصل عليها في وسط المقابلة بتقوله يحل عن دماغها عشان هي مش مهتمة بيه وبتخطط لجوازها مع حارس. بتتصل صوفيا بعائشة وبتقول لها إنها هتبات النهاردة عند حماتها المستقبلية. وبيظهر على عائشة القلق من البيت المنفرد، ويبدو إن عائشة عندها حق تقلق لأن في 2 ملثمين بيدخلوا الشقة ويخطفوها. بس بتصحى في العربية وبتسمعهم وهما بيكلموا دانيال اللي بيقول إنه هيعمل معاها علاقة النهاردة عشان لعبت بمشاعره. لكن عائشة بتستغل تفرقهم وبتضرب واحد منهم وتهرب. وبتقابل في الطريق شخص اسمه راين وبتطلب منه يساعدها، وفعلا بياخدها معاه في العربية وبتطلب منه يوديها لبيت حارس. ولما بتوصل بيفتح لها حارس وبتطلب منه ينده صوفيا. عائشة بتدخل البيت ومش بتعرف تقول لصوفيا مين خاطفها لأن الأسرة كلها متجمعة، والجدة بتعرض عليها البيات معاهم وفعلا بتبات. وصوفيا بتقول لها إنها محظوظة إن اللي أنقذها شيء وسيم زي راين، بس بتقول لها أنا ما كنتش مهتمة غير إني أنجو ومش مهتمة بمين المنقذ. ومع سريان الحديث بتقول لها إن دانيال كان بيكلم الخاطفين وإنها شاكة إن صوفيا هي المقصودة. صوفيا بتقلق بتكون عايزة تروح للبوليس، لكن عائشة بتكون قلقانة على مشاعر والدة دانيال وتطلب منها حل الموضوع من غير اللجوء للشرطة، ولكن صوفيا بترفض. وفعلا البوليس بيقبض على دانيال وعائشة بتحس بالذنب وتزور مع أمها أم دانيال تطمن عليها، ولكن أمه بتقول لها ما تحسش بالذنب، دانيال يستحق عقاب لغلطه. ولما بيعرضوا عليها تروح لطبيب عشان يعالج الحمى اللي عندها بترفض عشان مفيش حد يهتم بالبيت. بنروح لبيت حارس والجدة بتقوله إنها متعجبة من خطف عائشة لأنها واثقة في أخلاقها وإنها ما عندهاش مشاكل مع حد أبدا. بس الأم بتقطع كلامهم وبتقول لحارس يرد على اتصالات صوفيا. وفي أثناء ما عائشة بتكون غرقانة في أفكار الندم على حبس مجرم الحب دانيال بيتصل بيها ريان يطمن عليها وبيعرف إنها لسه قاعدة في القرية لأنها بعد الخطف مش قادرة تحس بالأمان بره. بنسيبهم وبنروح لصوفيا اللي بتشتري خاتم زفافها مع حارس اللي بيتجاهلها تماما ومش راضي يختار معاها. راين بيعرف خط سير عائشة وبيروح يقابلها في الطريق وبتتعجب من شفته، بس بيوصلها البيت. ولما بيوصلوا بيشوفوا حارس وهو بيتعامل بعدم اهتمام مع صوفيا. أول ما بيوصل حارس البيت الأم بتعرض تعامله مع صوفيا لكنه بيقول لها إنه مش طايق. تاني يوم وصوفيا وعائشة ماشيين سوا بيفاجئهم لتاني مرة راين وبياخد عائشة معاه يكلمها. وبيظهر على صوفيا الغيرة من عائشة لأن خطيبها مش بيعملها زي راين وعمره ما بيتفرغ ليها. بس لما راين وعائشة سوا صوفيا بتروح للجدة تديها هدية وتستنى حارس على ما يجي، بس حارس مش بيجي وبيفضل بايت في الشغل. ولما بترجع صوفيا البيت بتشوف عائشة بعد ما راين وصلها وبتلمح
ووجود حب بينهم، لكن عائشة بتقول لها تبطل هبل وإنهم مجرد أصدقاء. صوفيا بتروح لحارس الشغل وبيقول لها ما تجيش تاني إلا لما تكون مراته. بتوافق بشرط إنه يخرج معاها للغدا، ومع الإلحاح بيوافق. وفي أثناء ما هو بيستعجلها في الأكل عشان يرجع لشغله بيدخل عليهم عصافير الحب وبتزيد غير صوفيا أكتر. كل ما علاقة عائشة وراين تبقى أقوى ويقربوا من بعض أكتر، كل ما الحقد والضغينة في قلب صوفيا يزيدوا. بتقول لها صوفيا تمشي بسرعة، وأول ما يوصلها البيت ما تقعدش تكلمه قدام العربية عشان الجيران. وبعدين لما بتشوفي هدايا راين ليها بتقول لها إنها بدأت تستغفله من دلوقتي، بس عائشة بتقول لها فكري زي ما تحبي، ده مش طبيعي، وبتسيبها تهري وتنكد في نفسها. بتروح صوفيا لقياس لبس الفرح، ولكن حارس كالعادة بيتجاهل تليفوناتها ومش بيحضر القياس. وهي مروحة البيت بتشوف راين وتمشي وراه وهو راكب عربية غالية بسواق خاص. وبعد ما بتنتهي من مراقبته وتعرف إنه غني بتروح لحارس الشغل تلومه إنه ما حضرش البروفا، لكنه بيتجاهلها وبيروح لاجتماع عمل. وبعدها بنروح لراين وعائشة اللي بيتخطبوا في حفل عائلي، وصوفيا مش بتكون مبسوطة بسير الأحداث ويبدو إنها مش ناوية على خير، وبتحقد على عائشة وبتتمنى لو كان راين خاطبها هي. بتروح صوفيا وأمها يشتكوا حارس لوالدته اللي فعلا بتنقل شكواهم وبتلومه على تقصيره معاها. وبعد كده بتكون عائشة هتروح الجامعة مع راين، بس صوفيا بتعمل نفسها تعبانة عشان تجبر عائشة تسوق بيها للكلية وتمنعها من مقابلة خطيبها. وبتكرر الفعل تاني وهم مروحين من الكلية، لكن بمجرد ما بيوصلوا البيت وحارس بيكلم صوفيا إنه عايز يقابلها بتقوم بسرعة وتخرج تقابله، وده بيخلي عائشة تتعجب. ولكن حارس كالعادة مش بيهتم بيها قوي لما بيخرجوا سوا، بيكون عايز يمشي في أسرع وقت عشان شغله. بيغيب حارس عن البروف للمرة الخامسة، وصوفيا بتكون متغاظة جدا ومستغربة إنه دايما مشغول وإن راين دايما فاضي لعائشة رغم إن شركته أكبر وليها فروع كتير. ويبدو على عائشة علامات التعجب من معرفة صوفيا بشغل راين واهتمامها بيه. بتطلب صوفيا من عائشة تبعت راين يجرب بدلة حارس لأنهم في نفس الطول تقريبا، ويعملوا كده فعلا. وبعد التجربة بيبعت راين هدية لصوفيا بصفتها صديقة عائشة، ولما بيعمل كده صوفيا بتستغل الأمر وبتقول لعائشة تبعت هدية الحارس عشان هي مشغولة. لما بتروح بتقابل وقاحة من الحارس وبتتصل على صوفيا تقول لها إنها فهمت معاناتها معاه وبتهزق فيه وفي كونه مدلل مش مؤدب، بس حارس بيسمعها. ولكن الجدة بتنده لها وبتنقذها من الموقف المحرج ده. ولما بتروح عائشة بتتفاجئ من انقطاع رسائل صوفيا ليها، وفجأة بيجي لها البيت عائلة حارس كاملة ويبلغوها إن راين وصوفيا كانوا منفردين ببعضهم في أوضة في منتجع. عائشة بتقول لهم ده مستحيل لأن صوفيا في باندونج وراين في بالي، يعني مدن مختلفة. بس الجدة بتقول لها إن صوفيا بتكذب وإن الأخبار وصلتهم من واحد صديق حارس شغال في المنتجع، ولكن الأخبار لسه مش أكيدة 100%. عائشة بتتأكد من الفندق فعلا إنهم سهروا سوا الليلة دي، وصوفيا بتطلب منه يصلح غلطته ويتجوزها، ولكنه بينكر إنه عمل أي علاقة معاها وبيقول إن صوفيا خدعته وإنه مش بيحب إلا عائشة. ولكن عائشة مش بتصدقه وبتطرده. فيما بعد بتفسخ الخطوبة. بترجع عائشة القرية مع أهلها وهي زعلانة بعد خيانة راين ليها، وفي نفس الوقت حارس بيستغل الحدث ده وبيعلن للكل إنه مش هيتجوز صوفيا. بس صوفيا بتتجمع مع راين وبتقوله إنه لازم يتجوزها بعد ما كان سبب انفصالها عن حارس، لكنه بيقول لها إنه مش بيحب إلا عائشة ومش مهتم بعرضها. وبتفضل عائشة تتجاهل اتصالات راين وبتلم هدومها وتسيب السكن المشترك مع صوفيا. بنشوف والدة حارس وهي بتدافع عن صوفيا وبتطلب من ابنها يديها فرصة تثبت براءتها، لكنه بيرفض. والجدة بتطلب منه يتجوز عائشة بعد ما خطيبها سابها. وفعلا حارس بياخد كلام الجدة في عين الاعتبار. كينا صديقة عائشة الجديدة في السكن بتلومها عشان ما خدتش أي رد فعل تجاه الاتنين الخاينين، وبتقول لها تكلم راين يفسر لها اللي حصل، لكن عائشة بتقول لها لأ وتطلب منها تسكت أحسن. بيزور حارس راين في شركته وبيشكره إنه أنقذه من صوفيا. وبعدين بتروح صوفيا لحارس الشغل تطلب فرصة تانية، لكنه بيهددها إنه هيطلب لها الأمن وإنه مش مهتم بيها ومش هيديها فرص. الجدة بتروح تقابل عائشة وتطمنها على نفسيتها وبتطمنها وتقول لها إنها راضية بقضاء ربنا. بس صوفيا بتشوفهم سوا ومن بجاحتها بتشوف إن عائشة عايزة تخطف خطيبها. بتروح صوفيا تضايق عائشة في بيتها الجديد، بس كينا بتدافع عنها وبتزعق لصوفيا. وعلى الغدا الجدة بتعزم ابنها وحفيدها على رحلة يومين وبتتجاهل الأم، وده بيضايقها وبتقلق من نوايا الجدة وبتضغط على الأب عشان يقول لها رايحين فين، لكنه مش عارف حاجة. وبتكون خايفة إن الجدة تجيب عروسة جديدة لجوزها بما إنها ما كانتش موافقة على جوازة الأم والأب. وفعلا تاني يوم الجدة بتاخد ابنها وحفيدها وبيروحوا لبيت عائلة عائشة في القرية. الأهل بيستضيفوهم وبيتعشوا سوا،
وبيعامل أهل عائشة الجدة معاملة كويسة. ولما بتحط عائشة الرز الحارس بيبتسم لأول مرة في حياته تقريبا وبيقول لها شكرا. بتبات أسرة حارس في فندق، والأب بيقول للجدة إنه عارف إنها جابتهم هنا عشان عايزة عائشة الحارس. وفي وسط كلامهم بتوصل مكالمة من أم حارس للأب اللي بيكون زهق من كتر اتصالاتها، وتطلب منه يوريها غرفته كاملة عشان تطمن إنه مش بيخونها. بتروح عائشة للشط كالعادة وبتتفاجئ بوجود حارس هناك، ولما بتسأله عن سبب وجوده بيردوا بغرور وبيحصل بينهم مشادة. وبعدين بنشوف الجدة بتكرر الزيارة لبيتهم وبيستضيفوها بأحسن شكل، وبتوعدهم إنها تكرر الزيارة بعد كده. الجدة لما بتوصل البيت بتجهز عزومة استثنائية لضيف استثنائي مجهول، والضيف بيكون عائشة وصاحبتها كينا. والأم لما بتفتح لهم الباب بتستقبلهم استقبال سيء جدا، لكن الجدة بتنده لهم من على الباب. وبعد الغدا بتفاجئ الجدة الكل بأنها حابة إن عائشة تبقى زوجة حارس، وبتظهر ملامح الصدمة على الكل. ومع رحيل عائشة بتبدأ الأم تعارض القرار بحجة إنهم ما يعرفوش حاجة عن أهلها، بس الجدة بتفاجئها إنهم عارفين كل حاجة عنها. وبتبدأ الأم تكتشف سر الرحلة. الجدة بتقول إن حارس كمان يعرف عيلتها وإنه له حرية الاختيار، لو رفض الجواز من عائشة هيقفلوا الموضوع تماما. وحارس بيسيبهم ويقوم، وبيدور جدال بين الأم والجدة، وبتطلب الأم من حارس إنه ما يتجوزش عائشة، بس حارس بيقول لها إنه عايز ينام والأحسن تأجيل أي حوارات لبكرة. تاني يوم بتجتمع الأم مع صوفيا تحكي لها اللي حصل. بتتعصب صوفيا وبتروح تتخانق مع عائشة في الجامعة، لكن كينا بتوقفها عند حدها. ولما بيروحوا البيت بيفكروا الاتنين سوا في فكرة الزواج من حارس وبيكونوا محتارين جدا. وفجأة بتجيلهم زيارة من صوفيا اللي بتحاول تتودد لعائشة عشان تقنع حارس يتجوزها، بس عائشة بترفض. فبتضربها صوفيا، وكينا بتصور كل حاجة وبتبعت للجدة ماريا اللي بتتصل بصوفيا وتطلب منها تيجي البيت. لما بتوصل بتقول لها تبطل تضايق عائشة، والأم بتدافع عنها، وصوفيا بتقول إنها ما تعرضت لهاش. لكن الجدة بتصل الفيديو اللي بعتته كينا وبتطرد صوفيا من البيت. وفي الليل بتقرر عزومتها لعائشة، وبعد العزومة بيوصل حارس عائشة بس بيهزر معاها قبل ما تنزل من العربية. ولما بتدخل البيت بتشتكي لكينا من غطرسته معاها. ولما بيرجع الجدة بتقول له إنها نسيت تليفونها هنا، فهو بيقول لها إنه هيوصلوا ليها بكرة. وعائشة بتكون مش طايقة تشوفه أساسا. ولما بيجي يسلمها التليفون بيسخر منها. ولكن صوفيا لما بتشوفهم سوا بتشك في إن علاقتهم بقت قوية، وحارس بيرفض إنه يقف يكلمها. بيوافق حارس وعائشة على الجواز، وفي أول أيامه بينام حارس على الأرض مش جنب عائشة، وهي بتدعو ربنا إنه يوفقها تكون زوجة صالحة. وبتبدأ أول يوم في بيتها الجديد بطبخ الفطار، والأم بتعترض على الموضوع وبتقول لها إن في خدم للأمور دي، لكن الجدة بتاخد صف عائشة وبتقول لها دي واجبات الزوجة الصالحة. لما حارس بيصحى بتكون مجهزة له الأكل، لكنه في المقابل بيعملها بشوي لقم فمش بتاكل معاه. والجدة والأم بيلاحظوا ده، وبتحاول الجدة تخليه يتجاوب معاها شوية، بس الأم بتروح تقابل صوفيا وتقول لها إن لسه ليها فرصة، لأن عائشة مش النوع المفضل لحارس. بيطلب حارس إنه ينقل مع زوجته في بيت جديد لوحدهم، والجدة بتديهم الضوء الأخضر وسط اتهامات من الأم بإن عائشة هي اللي حرضت حارس على القرار ده. وبتيجي صوفيا البيت في يوم النقل وبتجهلها حارس وبتهزقها الجدة. وبيسافر حارس مع عائشة لبيتهم الجديد وبيسيبها ببرود تشيل كل الشنط التقيلة. هو بيلعب على تليفونه. بعد شوية بتزور بيت أهلها لوحدها، لأن حارس بيرفض يروح عشان القرية بعيدة، وبيبدو عليها عدم السعادة مع حارس وعدم تقبل غطرسته. وبينصحها أهلها بالصبر، وكمان ما تكملش دراستها إلا لما تاخد إذن زوجها. وبعد كام يوم بتقابل عائشة رايم في الطريق بس بتتجاهله وتركب تاكسي. ولما بتروح البيت بتروق كل حاجة، وبيجي حارس يرمي هدومه على الأرض، فبتتعصب من تصرفه وتقول له انت ليه بتعاملني كده، انا ايه بالنسبة لك؟ والأول مرة حارس بيغزلها وبيشيلها وبيقول لها انت زوجتي طبعا. ولكن تاني يوم بتعود ريما لعادتها القديمة وبيمشي من غير ما يدوق أنواع الفطار اللي طبخته عشان مستعجل على شغل. لما بيروح بتبعت له رسالة انها رايحة الكلية تكمل دراستها، ما بيردش عليها. وفي أثناء مع عائشة في جامعتها بتزور صوفيا حارس في الشغل وبتطلب منه يطلق عائشة لأنها مش مناسبة ليه، ولكن حارس بيقول لها إنها ما عندهاش أي فرصة وإنه سعيد بخطوة الجواز مع عائشة. بيروح حارس ياخد حاجة من بيت أهله وبينام هناك، وده في نفس الوقت اللي بترجع فيه عائشة من الجامعة لبيتها وبتتضايق من تأخيره بدون أي رسالة أو توضيح. الجدة بتصحي حارس عشان يروح لمراته اللي بتكون مستنياه عشان تاكل معاه، إلا إنه أول ما بيدخل البيت بينام وبيقول لها كلي لوحدك. فتاني يوم بتسيله رسالة إنها حضرت له الأكل ومشيت على الجامعة.
وعائشة بتدرس بعت لها حارس شكرا على الفطار، فابتسمت لأنه أخيرا بيقدر مجهودها. وبعد ما صوفيا بتشوفها سعيدة بتبعت رسالة لراين إنهم لازم يتقابلوا. صوفيا بتقابل راين وبتقوله إنها محتاجة مساعدته لفصل حارس وعائشة، بس بيرفض في الأول. لكن لما صوفيا بتقوله إن عائشة اختارت حارس عشان أفضل منه بيحس بالتحدي والغيرة وبيقرر يساعدها. الجدة بتروح تزور عائشة وبتمدح فيها وفي طبخها وبتقول لها تصبر على حارس وإنها من أول يوم واثقة إنها هتبقى أحسن زوجة لحفيدها. صوفيا بتروح لحارس الشغل تطلب منه ياخدها معاه بيته وبيوافق. ولما بيوصل بتتضايق عائشة لما بتلاقيها خارجة من العربية معاه وبتسخف عليها صوفيا. لكن لما تيجي تدخل البيت الجدة تطلع لها تهزقها وتطردها. بعد كام يوم بتتعب عائشة وتروح للدكتور وبتعرف إنها حامل وبتتصل بحارس عشان تبلغه الخبر، لكنه كالعادة بيتجاهل تليفونه وقت الشغل. ولما بيرجع بتكون نايمة مش بتقوله الخبر، ولما بتصحى مش بيكون جنبها وبيبقى ماشي على شغله. وفي الجامعة كينا بتقترح على عائشة طرق تبلغ بيها حارس بالموضوع بشكل رومانسي، لكن للأسف صوفيا بتسمع كلامهم عن حمل عائشة. بتطلب منه عائشة يجي بدري عشان يتغدوا سوا، وحارس بيقولها هحاول، لكنه هو في الشغل بتوصله صور بتزعجه جدا. عائشة بتحضر الغدا المميز اللي هيعرف فيه حملها، ولكن بمجرد ما بيدخل حارس البيت بيتجاهلها تماما وبيطلع اوضته وبينزل بشنطة. ولما بتقوله في ايه بيزعق لها وبيوريها الصورة، بس بتقوله انها صور مفبركة وانها ما عملتش حاجة وانه مش هي اللي في الصور، لكنه مش بيصدقها ويتهمها بالخيانة. ولما بتوريله سونار ابنهم بيقول لها ده مش ابني، ده ابن مين؟ وبيفضل يسألها عن اللي معاها في الصور وهي بتقوله انها ما تعرفوش، وبيتعصب عليها وبيرمي شنطتها بره البيت وبيطردها. وبعد طردها بتخبطها عربية عمدا وبيروح حارس لبيت أهله بيحكي لهم، والكتة بتقوله ما يستنتجش من غير ما يعرف الحقيقة. فبيقول لها إنه معاه دليل لكن بيرفض يوري ليهم، وبيقول لهم إنه مش عايز يسمع اسمها تاني في البيت. عائشة بتكون في المستشفى والدكتورة بتبلغها إن ابنها توفى في الحادث، ولما أمها بتتصل بيها بتكتب عليها وبتقول لها إن كل حاجة تمام. وكينا بتنصحها تقول لأهلها الحقيقة لكنها بترفض عشان مش عايزة تضايقهم تاني بعد مشكلة راين. حارس بتقابل صوفيا وبتحكي لها عن مشكلة حارس وعائشة وبتقول لها إن ده الوقت المناسب لرجوعها الحارس. بتخرج عائشة من المستشفى وبتروح البيت، لكن حارس بيكون غير المفتاح ومش بتعرف تدخل. وبتقول لها كينا إنه لو مش مقدرها للدرجة دي لازم تسيبه وبتروح معاها. والجدة بتسأل حارس عن عائشة فبيقول لها ما تكلموش عنها وما تقولش اسمها في البيت، لكن الجدة بتدافع عنها وبتقول اديها فرصة تدافع عن نفسها، لكنه بيرفض وبيقول لها انه قرر يعيش بدون زواج. بتتصل عائشة بالجدة وبتقول لها انها مظلومة، والجدة بتقول لها انها مصدقاها بس لازم تحاول تثبت لحارس. ومع انتهاء المكالمة الأم بتدخل مع صوفيا البيت وبيستفزوا الجدة بكلامهم السخيف عن قرار الجدة بزواج حارس وعائشة. وبنشوف حارس بيقابل صديقه القديم فهمي وزوجته وبيشربوا القهوة سوا، وبتكون عائشة بتحاول تكلم حارس عشان تقوله إن ابنهم مات بس بيكون عامل لها بلوك. بتقرر عائشة تسافر لندن عشان تكمل دراستها وتبعد عن الهم ده، وبتروح لأهلها تبلغهم بقرارها وهي لسه مخبية عليهم انفصالها عن حارس. لكن أختها بتحس وبتسألها لو في خناقة بينها وبين حارس، وعائشة بتضايق الموضوع كالعادة وبتقول لها إنها متضايقة شوية، بس بتوعدها أختها إنها مش هتقول أهلها. وبتقول عائشة لأهلها إن حارس موافق على دراستها بره، فبيدوها موافقتهم هما كمان. لما بترجع الجامعة بتقابل صوفيا وبتعايدها إن حارس سابها وبتقول لها إنه اداها فرصة تانية. وكينا بتقول إن أكيد دي كانت خطة صوفيا من الأول. وفي وسط كلامهم عن سفرها بيقابلهم راين وبتتجاهل عائشة، ولما بيكلمها بيهنيها على زواجها من حارس فبتشكره وتمشي. لما بيوصلوا البيت عائشة بتبقى قلقانة من إنها تسافر بدون إذن حارس وهو لسه زوجها، ولكن كينا بتدعمها وبتقولها إنهم بيكرهوا بعض دلوقتي فمش مهم إذنه، وبتنصحها تنساه تماما عشان ما تزعجش نفسها. بعد كده بنشوف صوفيا بتزور حارس في مكتبه ومعاه الغدا، لكنه بيرفض ياكله وبيمشي وبيسيبها بغضب بعد ما بتجيب سيرة عائشة. عائشة في الوقت ده بتعيط وبتخلع خاتم زفافها وبتكسر برواز صورتها مع حارس. وتاني يوم بتودع كينا وبتروح المطار. بتروح الأم وصوفيا لبيت كينا وبتقول لهم إن عائشة مش هنا وخرجت من ماليزيا كلها، بس مش بتقول لهم راحت فين، لكنهم بيروحوا للجدة يفاجئوها بالأخبار دي وبيقولوا إنها أكيد سافرت مع عشيقها. وفي نفس الوقت بيتصل حارس بعائشة وبيقول لها تستنى ورقة طلاقها وبيقفل السكة. بيفكر حارس في كلام جدته بإنه ما يحكمش بدون أدلة وبيروح لزيارة كينا.
تستعجل الأم حارس في طلاق عائشة، لكن حارس بيطنش الكلام وبيخرج من البيت وبيكلم فهمي صديقه عشان يقابله، وبيسلفه فلوس كان محتاجها لتعليم زوجته. وبنشوف كينا بتطمن على عائشة بعد شهر في سفرها، وعائشة بتقول لها كل حاجة تمام، إلا إنها ما قابلتش أي حد ماليزي لحد دلوقتي في صفها، وإن أوضتها صغيرة جدا. ولما بنروح لمكتب راين بنشوف إنه متابع عائشة في إنجلترا، وبتوصله صورها وأخبارها. بنشوف بعد كده عائشة بتنقل لشقة جديدة بتتعرف على جيرانها، وللصدفة بيكونوا فهمي صديق حارس وزوجته فرح، وبيبقوا مقربين منها جدا. وبيمر 4 سنوات ولسه كل ده صوفيا ما زهقتش، وبتروح كل يوم تتودد لحارس في مكتبه وهو بيصدها وبيقول لها ما تنساش انه متجوز وانه لسه ما طلقش عائشة، وبيطرد صوفيا من المكتب كالعادة. والدة صوفيا بيلومها على لزقتها الحارس، بس والدتها بتدافع عنها وبتقول ان حارس بيحبها، لكن ابوها بيقول لها طب ليه ما اتجوزتوش وليه ما طلقش مراته، وبيسيبهم وبيمشي. وفي وسط جلسة عائلية بتسأل الجدة حارس لو عرف أي أخبار عن عائشة في ال4 سنين اللي فاتوا، لكن الأم بتوضح كلامها وبتقول لها مش المفروض يعرف أي حاجة عنها. وبيبدأوا الخناقة المعتادة وحارس بيسيبهم ويطلع أوضته. بنشوف عائشة بعد ما خلصت دراستها بتجهز شنطتها عشان ترجع ماليزيا، وتودع صديقتها فرح وزوجها فهمي، وبتقول لهم إنهم لازم يتصلوا بيها لما يوصلوا ماليزيا. وبتوصل طيارتها أخيرا بعد فراق 4 سنين عن عيلتها، وبتفاجئ كينا في البيت ويتكلموا عن أسباب عدم طلاق حارس ليها بعد 4 سنين، ومش بيوصلوا لسبب قاطع، لكنهم بيفترضوا كذا افتراض، إنه مشغول أو مش مهتم أو لسه بيحبها. لكن عائشة بتقول إنها مش مهم تفكر فيه دلوقتي، وبكرة لازم تروح القرية تقابل أهلها عشان وحشوها. في طريقها للقرية بيقطع حارس طريقها، ولما بتكلمه بطريقة رسمية بيقول لها في واحدة تكلم زوجها كده، بتقول له أنا مش زوجة حد، وبتتجاهله وتروح لأسرتها القرية. الأم مع رجوع عائشة بتبدأ تقلق من إن ابنها ما يطلقهاش، ولما بتوصل عائشة بيت أهلها بيستقبلوها بمنتهى الفرحة، وبتسألها أمها عن حارس اللي لحظيا بيدخل من الباب في مفاجأة كبيرة لعائشة. الأب بيقول لحارس إن عائشة ما بلغتهمش إنه جاي، فبيقول لهم إنها ما تعرفش هو كان عامل مفاجأة للكل. ولما الليل بيجي بتطلب منه يخرج من أوضتها ويبطل المسرحية دي، بس هو بيقول لها إن دي أوضتهم، وبيقول لها إنه مش هيرجع بيته إلا لما تسامحه لأنه مش عارف يعيش من غيرها. ولكن عائشة بتقوله أنا مش هصدقك مهما عملت، قول اللي أنت عايزه واخرج من حياتي بعدها. فبيعترف إنه ظلمها، إنه جاي يعتذر ويعترف بغلطه، وهي بتقوله ده ما بقاش مهم دلوقتي وأنا عايزة ورقة طلاقي. لكنه بيرفض وبيفضل طول الليل يتأسف، ولكن عائشة بترفض اعتذارات. لما بيجي الصبح بيروح لها الشط، لكنها بتكرر طلبها للطلاق وبتقوله إنها مش هتسامحه على إهانة كرامتها أبدا. تعرف عائشة من أمها إن حارس جه البيت من أسبوعين واتغدى معاهم وصلى مع أبوها، فبتتعجب من زيارته لأهلها قبل ما تيجي. وبنشوف راين بتوصلوا فيديوهات لحارس وعائشة سوا، وبيتضايق إنهم رجعوا لبعض تاني. لما بيرجع حارس من الصلاة بيعاكسها، وأختها بتشوفهم وبتفضلهم الجو، ولكن عائشة بتضربه عشان وقعه وبتبعد عنه. تاني يوم بتزور صوفيا المكتب، لكن حارس بيكون لسه في أجازة. وبنشوف عائشة بتسأل أختها عن زيارة حارس لأهلها، وبتقول لها إن بعد رحيلها ب5 6 شهور بدأت زيارته واتكررت طول ال4 سنين لمرة أو مرتين كل شهر. ولما بيجي الليل بيتجمعوا في الأوضة تاني بتطلب منه يبطل تمثيل على أهلها، بس هو بينكر وبيقول إنه صريح، وعشان كده هيقول كل غلطاته اتجاه لحماته حتى لو كرهته، لكن عائشة بتمنعه. الصبح بيصحيها وبيديها إذن إنها تقعد هنا أكتر لو مش حابة ترجع معاه دلوقتي، لكنها بتتغاظ لأنه بيأمر وينهي. ولما بيقعدوا على الفطار مع الأهل بيكتب عليهم وبيقول لهم إنه زارها في لندن كتير. ولما بيرجعوا الأوضة تطلب منه يبطل كذب، فبيقول لها إنه بيعمل كده عشان يداري على كذبتها واللي خبته عنهم. بيوضحهم حارس وبيرجع لشغله، وبيعرف إن دانيال هيخرج من السجن. بيحاول يعرف مين اللي لفق التهمة لعائشة. الجدة بتقابل حارس وبتعرف منه إنها غضبانة ومش عايزة ترجع البيت. وفي الأثناء دي عائشة بتطلب منها ترجع لحارس بأسرع وقت. بتروح صوفيا بيت حارس وبيطردها، بس تلاقي نفسها دايخة ويكون في حد بيصورهم، وبتبعت صوفيا الصور لكينا، وبتقابل كينا حارس وبيوضح لها الموقف، فبتقول له يحاول يتخلص من صوفيا في أقرب وقت. وبنشوف إن عائشة بتقول لحارس يجي يوصل بنتها لكوالالمبور عشان هتبدأ تدريس بعد أسبوع. بيسمع حارس نصيحة الأم وبيروح لعائشة يوصلها العاصمة، لكنها بترفض وبتعامله بقلة ذوق قدام أختها. وبيدخلوا أوضتهم وبيصر إنه يوصلها ومش هتروح بالقطر. بتتصل كينا بعائشة وبتسألها لو هتعيش معاها ولا لأ، فبتقولها رغم إن حارس مش موافق. ولما كينا بتعارض معارضتها لزوجها بتقول لها إنها مش قادرة تسامحه،
بسبب كل الأذى النفسي والجسدي اللي سببه لها. وحارس بيكون سامع المكالمة. وقت الفجر بيصحيها عشان يصلوا سوا. بعد الصلاة بيعتذر لها وبيبقى ندمان وبيقولوا إنه عاش 4 سنين بعذاب من غيرها، وإنه عارف إن الاعتذار مش هيرجع ابنهم، لكنه مستعد يعتذر آلاف المرات عشان ياخد فرصة تانية لتصحيح أخطائه. بس بتقوله إن وقت التسامح فات وإنها مش هتكمل معاه، لكنه بيقولها إن مفيش حاجة هتفرق بينهم إلا الموت. ولما بيجي الليل بينطلقوا سوا للعاصمة، وفي أثناء الرحلة بيطلب رقم تليفونها لكنها بترفض، وبتروح لبيت كينا تعيش معاها هي وفايزة صديقتها الجديدة. بيقعد حارس في المطعم مع والده وبيقول إنه مش هيتغدى معاهم النهاردة عشان مشغول. وبالليل بنشوف إنه مشغول في مراقبة عائشة، وبيشوفها بتتصل بحد وبيبدأ الشك. وعائشة بتشكر كينا إنها ما حكتش أسرارها لفايزة رغم إنها عايشة معاها بقالها مدة طويلة جدا. بنشوف دانيال بيخرج من السجن أخيرا، وفي وقت الغدا الجدة بتنصح حارس يختار ألفاظه ويظهر اهتمامه عشان يسهل مسامحتها ليه. في نفس الوقت كينا بتسأل عائشة عن سبب تجاهل حارس ليها لمدة شهر، فبتقول لها إنها طلبت منه مساحة وإنها مرتاحة كده. كينا بتقول لها تصرح بحقيقة مشاعرها الحارس وتبطل أنانية، فعائشة بتزعق فيها بتقول لها تسكت. ولما بتدخل أوضتها بيظهر عليها شوية ندم إنها مدتهوش رقمها. وتاني يوم بنشوف حارس بيروح بيت كينا وبيجبر عائشة تخرج معاه عشان يتكلموا سوا. وبتشوفه فايزة وهو بيسحبها جوه عربيته وبتشك إنه خاطفها. بيروح بيها حارس لبيتهم، ولما بترفض تنزل من العربية بيشيلها وبيدخلها البيت غصب عنها. ولما بيقعدوا سوا بيطلب منها فرصة تانية عشان يصلح غلطته، بس هي بترفض وبتقوله يرجعها بيتها وبيوافق بس بشرط إنها تبات معاه اليوم. ورغم رفضها بيقولها مفيش خيار تاني، فبتضطر تجاريه. ولما كينا بترجع البيت بتقولها فايزة إن عائشة خطفها واحد اسمه حارس، فبتقعد تضحك وبتقولها الخطف لو من زوج ميبقاش خطف. لما بيجي الليل بيمنع حارس عائشة إنها تنام في غرفة منفصلة، وبينتهي هزارهم بإنهم بيناموا سوا جنب بعض بس بينهم مخدات كتير عشان تمنعه يقرب منها. بنشوف تاني يوم حارس بيفاجئ عائشة بزيارة للجدة اللي وحشتها جدا، وفي أثناء لقائهم الحميم بتدخل أم المجلس وبتهين عائشة وبتوصفها بخطافة الرجالة، لكن حارس بيدافع عنها وبيقول إن هو اللي كان بيجري وراها مش هي. والجدة بتقول لها تبطل تتدخل في حياتهم، لكن الكلام مش بيفرق مع الأم وبتفضل تضايق عائشة. حارس بيلاحظ ضيق عائشة من كلام والدته، فبيروح وراها المطبخ يعتذر لها ويهزر معاها. وأثناء خروجها من المطبخ بيقول لها إن هو بيحبها لكنها مش بترد. بعد انتهاء الأمسية بيروحها بعربيته وبيهديها بتليفون بتقبله بصعوبة عشان يعرف يطمن عليها في سفريته لنيويورك تبع شغله، بما إنها مش راضية تديله رقمها. صوفيا بتزور عائشة وبتتمسكن وبتطلب منها السماح، وبتقول لها إنها حامل من حبيبها اللي انفصلت عنه مؤخرا واسمه جيفري، وإنها بتحبه جدا وعايزة مساعدتها لأن مفيش حد بيقدم لها العون. وبدأت تفكر في قتل نفسها وبتصعب فعلا على عائشة وبتستضيفها في بيتها هي وكينا لحد ما يلاقوا حل مع جيفري ده، وبتديها عائشة فرصة تانية رغم رفض كينا سكنها معاهم. بعد أسبوع بتروح كينا تجهز ترتيبات زفافها، وفايزة بتروح تدرس وبيسيبوا عائشة لوحدها في البيت مع صوفيا اللي بنشوفها بتتفق مع حد إنه يجي البيت ويستغل انفراد عائشة ويختلي بيها عشان جوزها يطلقها. لكن لحسن الحظ بتسمع المكالمة وبتتصاب بخيبة أمل جديدة في صديقتها القديمة. وبعد مشادة كلامية صوفيا بتضربها وبتخبط دماغها في السلم وبتنقلها فايزة للمستشفى. بيحلم حارس بعائشة، ولما بيرجع ماليزيا بيعرف من مساعده إن صوفيا ما زارتش مكتبه طول فترة سفره، وبيفرح إنها بدأت تفقد اهتمامها بيه. وبنرجع للمستشفى وبنشوف الدكتورة بتطلب من كينا تستدعي زوجها، وحارس بيطير المستشفى فورا وبيقابل الدكتورة فبتقوله إن عائشة محتاجة تعمل عملية ضروري وإنها مش هتحمل بعدها غالبا. وبيظهر على عائشة ضيق من تدخل حارس في الموضوع ومقابلته للدكتورة لأنها ما كانتش عايزاه يعرف مشكلتها. بتسأل عائشة حارس الدكتورة قالت له ايه، وبيكذب في الأول عليها وبيقول لها عملية بسيطة، إلا إنها بتصارحه بحقيقة عدم قدرتها على الحمل مرة تانية بعد سقوط حملها الأول، وده سبب عدم مغفرتها ليه بعد كل السنين دي. لكنه بيقول لها إن الموضوع مش حتمي وإنها لازم تعمل العملية وبعدين نشوف، بس هي بتكون مش طايقاه وبتطرده لأنه بيرفض وبيفضل معاها لحد ما بتدخل أوضة العمليات. بعد العملية بتفاجئ عائشة كينا بحقيقة عدم قدرتها على الحمل، إنه حبها لحارس هو اللي ما هترجع له عشان هي مش هتقدر تجيب له ابن. وحارس بيكون على الباب وبيسمع كلامها. تاني يوم بيروحها على بيتهم عكس رغبتها عشان يهتم هو بيها بدل صحابها. وفي هذه الأثناء صوفيا بتكون قاعدة مع دانيال في كافيه بتوزه على عائشة بصفتها السبب في حبسه، وبتوهمه تاني بقصة حبها ليه. وبنرجع لبيت حارس مرة تانية وبنشوفه وهو بيطبخ لعائشة بمساعدة جدته، بيهتم بيها بعد العملية
ولما بترفض تاكل طبخه بيسيب لها الأكل وبيخرج، وأول ما بيخرج بتبدأ تاكل وهو بيراقبها وهو فرحان. الصبح بنشوف حارس مجهز الفطار لعائشة وسايب لها رسالة لطيفة، وبعت مساعده يراقب البيت لحد ما الست اللي هتراعيها توصل عشان قلقان من وجودها لوحدها. بس عائشة بتقول للمساعد يمشي على المكتب ويقول لحارس يلغي فكرة الخادمة. ولما المساعد بيوصل لحارس رأيها وإنها هددت تسيب البيت لو جاب خادمة، بيقول للمساعد إنه هيتصل بيها بنفسه عشان يقنعها. وفجأة بتيجي الأم مع صوفيا بيت حارس وبتتهم عائشة إنها ضربت صوفيا وكسرت رجلها. وحارس في الوقت ده بيكون في بيت كينا بياخد كل شنط عائشة عشان يوصلها البيت، وكينا بتقوله إن صوفيا هي السبب في إيذائها. لما بنرجع لخناقة عائشة والأم بتنفي عائشة إنها زقت صوفيا وبتقول إن العكس هو اللي حصل، لكن الأم بتكدبها وبتقول لها تنحني لصوفيا وتطلب منها السماح. وفجأة بيدخل حارس يقاطع أمه ويقول لها هي صوفيا بتعمل إيه هنا، وبيطردهم هما الاتنين ويأجل جدالهم السخيف ليوم تاني. وبعدين لما بيجي وقت الغدا عائشة مش بتنزل تتغدى معاه، فبيطلع يراضيها. لما بتطلب منه ترجع لشقة كينا بيفاجئها إن سمع سرها في المستشفى وبيقول لها ما تخبيش حبها عنه، بيطلب منها فرصة وبيوعدها إنه هيبقى زوج صالح، وبتوافق وبتعتذر له على العذاب اللي سببته الفترة اللي فاتت، وبيتم الصلح بينهم أخيرا بشكل كامل. بعدها بيعيشوا بشكل سعيد وفي تفاهم وبيتصلوا ببعض دايما حتى في الشغل، بعد ما كان استخدام التليفون في الشغل جريمة بالنسبة لحارس. بنشوف في الوقت ده صوفيا مع الأم وبتقول لها إن أكيد عائشة استخدمت السحر عشان تسيطر على حارس، وبتسمعها الجدة وبتقول لها تشوف لها حاجة تعملها بدل ما هي بتراقبهم كده طول الوقت. بتفاجئهم بزيارة مفاجأة من حارس وعائشة. الزيارة المفاجأة بتعيد فتح خناقة عائشة وصوفيا، والأم بتلوم عائشة تاني على كسر رجل صوفيا، على العكس الجدة اللي بتشكر عائشة على رجوعها الحارس وبتدعي لهم يبقوا في سعادة دايما. وقبل النوم حارس بيتفق مع عائشة إنه هيروح بانكوك وهي هتروح لبيت عيلتها في الوقت ده عشان ما يقلقش من وجودها في البيت لوحدها. تاني يوم بتروح عائشة كينا وبتوريها رسالة من رقم مجهول بيطلب منها الطلاق من حارس، وبيقعدوا يفكروا في مين اللي بعت الرسالة، وبيستبعدوا صوفيا عشان هي أبجح من إنها تبعت الرسالة من رقم مجهول. وكينا بتقول لعائشة إنها شافت صوفيا مع دانيال وإن ممكن تكون هي اللي قالت له يبعتلك حاجة زي كده. بيتقابل عائشة ودانيال مصادفة وهي في الطريق لبيت أهلها، ولما بتقعد في مكانها المفضل بتصادف راين فبتبعد وبتروح البيت بسرعة. ولما راين بيحاول يوقفها بتتجاهله وبتتفق مع أختها إنهم مش هيجيبوا سيرة اللقاء العابر ده لحارس ولا الأهل عشان ما يتضايقوش. بنشوف صوفيا مع دانيال بتقوله أكاذيب عن عائشة وإنها أصرت على حبسه رغم رفض صوفيا، وطبعا مع كلمتين حب دانيال بيغيب عقله وبيصدقها. وفجأة بيظهر حارس في بيت العيلة بدري يوم عن ميعاد رجوعه ومعاه ورد العائشة اللي بتنبسط، وبيكون راين براقب كل ده وهو غيران. بتروح عائشة مع كينا يختاروا أزياء زفافها، ولما بتروح كينا الحمام بيظهر دانيال وبيلوم عائشة على كل اللي حصل له وبيهددها إنه هيدمر حياتها زي ما دمرت حياته. وبيشوفوا مساعد حارس وبيحكي له اللي حصل. ولما حارس بيرجع البيت بيسألها عن دانيال كان عايز منها إيه، فبتقوله ولا حاجة. راين بيروح شغل عائشة بتتعجب من معرفته رقمها ومكان شغلها، ولما بيطلب منها يكون صديقها عشان يعوضها على خيانته ليها بتوافق بشرط احترام زوجها. بيتفق حارس مع عائشة إنه هيروح معاها فرح كينا لأن كينا مش مجرد صديقة، دي هي اللي رجعت علاقته. بنشوف ذكريات حارس وهو بيكلم كينا بعد رحيل عائشة مباشرة، وهي بتوريله إثبات إنها هي وعائشة كانوا سوا بيدرسوا اليوم اللي اتهمها فيه بالخيانة وإنها مستحيل تكون خانته في المطعم مع واحد. وبنرجع لحارس وعائشة هما بيصالحوا بعض على ال4 سنين وعلى المسافات اللي حطوها في طريق علاقتهم. بتوصل رسالة بتقلق عائشة وبتغيب عن شغلها، ولكن مش بتقول أي حاجة لحارس وبتقوله إن عندها صداع عشان كده هتغيب، تطلب منه ما يعطلش شغله ويجي عشان الموضوع مش عاجل. ولما بيرجع البيت وبيسألها عن سبب صداعها بتقوله إنها كانت بتفكر إنهم يروحوا مركز للتخصيب الصناعي ويعملوا العملية يمكن يتوفقوا ويحصل حمل، وبيوافق بعد إلحاح منها. تاني يوم بنشوف والد حارس بيكلم صديقه عن حبيبته اللي كان بيتجوزها من زمان وبيدور عليها في فيسبوك وبيضيف كل البنات اللي لهم نفس اسمها ومش عارف يوصلها لسه، وبيكون قلقان من إن أم حارس تعرف إنه بيدور على زوجته القديمة. وفي نفس الوقت بتكون الأم قاعدة مع صديقتها وبتتكلم عن تأخر حمل عائشة رغم إنها متجوزة حارس من مدة طويلة. وشكوك الأم في عقم عائشة بتبدأ وبتخطط مع صوفيا في استغلال الثغرة دي عشان يبوظوا علاقتها مع حارس، والجدة بتسمع خطتهم وبيدور بينهم جدال جديد. بنسيبهم في خناقتهم وبنروح لراين اللي لسه بيحب عائشة رغم كل السنين دي، بيبعت لها رسالة
ومجرد ما بتوصل بتمسحها، وحارس بيلاحظ ارتباكها، ولما بيسألها بتقوله إنها كينة. بتيجي زيارة تقيلة من الأم وصوفيا لبيت عائشة، لكن لحسن الحظ عائشة وحارس بيكونوا في فرح كينة. وفي نفس اليوم بالليل بيقابل دانيال صوفيا وبيأكد لها خبر عقم عائشة، وبتنبسط من الخبر وبتقوله إن ده هيكون مفيد وهيساعد انفصالها عن حارس. بيروح حارس وعائشة عند دكتورة النساء، وصديقة الأم بتشوفهم وتبلغها بخبر عقم عائشة. ومجرد ما بتعرف الخبر بتزور حارس في شغله وبتسأله عن مشكلة عائشة، فبيقول لها إنهم ما عملوش فحص وإنهم سعداء ومش مستعجلين على الأطفال. والأم بمجرد ما بتخرج من مكتبه بتروح مركز الخصوبة، وبيدخلوا عيادة الدكتورة من غير ما حد يشوفهم، وبيشوفوا ملف عائشة. وبتعرف الأم إنها هتعمل عملية، ونجاح أو فشل العملية هو اللي هيحدد طريقة تصرف الأم. بعد أسبوعين بيروح حارس وعائشة للدكتور، وللأسف بتطلع نتيجة التحاليل سلبية وبتفشل العملية. من خلال الممرضة بتوصل الأخبار للأم، وبعد شوية بيزور الأم وصوفيا عائشة بيسخفوا عليها، بس بتطرد عائشة صوفيا، لكن الأم بتدخلها البيت العافية. مجرد ما بيقعدوا بيصرحها باللي اكتشفوه، وبتعايرها صوفيا بعقمها وبتتضايق منهم، وبتستأذن الأم إنها تطلع أوضتها، ولكن الأم بتوقفها وبتديها ورقة توقع عليها. الورقة دي عبارة عن وثيقة بتسمح لحارس بتعدد الزوجات، بس عائشة بتقول للأم إن حارس هيتضايق لو وقعت، بس الأم تطلب منها ما تبقاش أنانية وتسمح له بالجواز بما إنها عاقر. وصوفيا المستفزة بتقولها إنها تخليه يعملهم بعدل، وإنها تسمح لها تلعب مع أولادها لما تخلف منه. ومع إلحاح الأم بتاخد عائشة منها وثيقة التعدد وبتمضيها، وبتقعد طول الليل تفكر في كلام الأم المزعج. عائشة بتقعد مع حارس على الأكل وبتسأله لو حابب يتجوز تاني صوفيا مثلا، بس حارس بيقولها إنه مش عايز يتجوز صوفيا ولا أي واحدة غيرها، وإنه مكتفي بزوجة واحدة وبيحبها. وبنسيب حارس وعائشة شوية وبنروح لدانيال اللي بيتصل بصوفيا وبتجاهل مكالماته كالعادة. وفجأة بتجيله مكالمة تبلغه بوفاة أمه، وبيروح لصوفيا يقول لها إذا كانت تعرف عن وفاة أمه، بس بتقوله إنها عرفت عن وفاتها، وإن أمه ما كانتش هتتوفى لولا حزنها من دخوله السجن، وإن عائشة مساهمة في وفاة والدته. والعبيط بيصدقها طبعا، بيروح يستناها بعد شغلها، لكن لحسن حظها مساعد حارس بينقذها في آخر لحظة، بيوصلها البيت بطلب من حارس. لما حارس بيرجع بيته بيطلب من عائشة ما تطلبش منه إنه يتجوز أبدا، وإنها لازم تحافظ على الأمل في الإنجاب. وتاني يوم بنشوف فرصة تدريس خاصة لعائشة، بتقابلها سكرتيرة المدير، وبعد ما بيوافقوا على توظيفها بيطلب المدير يقابلها، وبتتعجب من الطلب لكنها بتروح. ولما بتشوفه بتتقلب فرحتها لحزن، لأن المدير هو راين، ومع ذلك بتشتغل. بتطلب السكرتيرة من عائشة تروح معاها هي والمدير الغدا، بتوافق بما إنهم مش هيكونوا لوحدهم. وفي نص الغدا بتستأذن السكرتيرة لظرف طارئ، وفي هذه الأثناء بتوصلها رسالة من حارس بيقول لها إنه قريب من مكان شغلها وإنه حابب يتغدى معاها. وفي اللحظة اللي بيبعت فيها الرسالة بيتصدم بيها مع راين في المطعم، وبتشوفه عائشة بتروح له وبتقول له إنها لسه عارفة حالا إن راين المدير، وإن السكرتيرة كانت معاهم وسابتهم، لكنه بيقطع كلامها وبيقول لها يلا نروح. لما بيوصلوا بيلومها إنها قعدت معاه بعد رحيل السكرتيرة، فبتعتذر له، لكن حارس بيكون متضايق وبيخرج من البيت، وبتستنى عائشة طول الليل بس مش بيروح، وبيبات في بيت أسرته. ولما بتتصل بيه عشان يروحوا للدكتورة الجديدة بيقولها تروح لوحدها. ولما بتروح عائشة للدكتورة بتقترح عليها عملية أطفال الأنابيب أو الحقن المجهري بدل عملية زراعة الأجنة اللي عملتها مرتين وفشلت. وفي طريقها للبيت بيحاول دانيال يقتحم عربيتها عشان يأذيها، لكنها بتقدر تهرب. لما بيصحى حارس بتديله أمه وثيقة التعدد الممضية من عائشة، وبيروح حارس بالوثيقة البيت وبيقطعها قدام عائشة وبيلومها على الإمضاء، وبيقول لها إنها لما كانت مش بتحبه زمان كانت بتطلب الطلاق، ودلوقتي عايزة إنه يتجوز عليها، لكنها بتقوله ما يفهمهاش غلط، وإنها بتعمل ده عشانه وعشان عيلته اللي عايزين طفل. بس هو بيقول لها إن الطفل لازم يكون ابنهم هما الاتنين، وإلا مش هيحب يخلف أبدا، وإنها بطلبها المتكرر لزوجة تانية بتضايقه أكتر. وتاني يوم بيمشي من غير فطار، ولما بيجي بالليل بينام على الكنبة ومش بينام جنبها، وبيكون متضايق منها جدا ومقاطعها. لما بتروح عائشة لكينا بتحكي لها الخلاف وأسبابه، بس كينا بتتضايق من تصرف عائشة، لكن عائشة بتقول لها إنها ما عندهاش خيار غير ده، لأن أم حارس بتضغط عليها. وبنرجع لحارس اللي بتجيله زيارة مفاجأة في الشغل من راين اللي بيستفزه بكلامه عن مقابلته لعائشة. وبعد ما بيمشي بيقابل حارس مساعده اللي كان مكلفه بمراقبة دانيال، وبيقوله إنه شاف دانيال مع صوفيا وكانت بتديله فلوس، فبيوكله حارس بمهمة جديدة، وهي إنه يعرف سبب لقائتهم وليه بتديله فلوس. ولما بيرجع البيت تصحى عائشة، لكنه بيتعامل معاها بحدة لأنه لسه متضايق من تصرفه.
راين بيطلب من السكرتيرة تحدد له موعد مع عائشة، وفي طريقها للمكتب بيمسكها دانيال وبيلومها على تدمير حياته، فبتقول له ما يلومش إلا نفسه وهو السبب في اللي حصل له، وإنه ممكن يتخطى الماضي ويبدأ حياة جديدة. فبيقول لها إنه هيبدأها بس بعد تدمير حياتها. لكن في آخر لحظة قبل ما يضربها بتنقذها طالبة من طالباتها. حارس بتجيله زيارة معتادة من صوفيا للمكتب وتتكلم عن مشكلة عائشة كالعادة، ولما حارس بيزهق منها ويمشي بتقول له إن عائشة بتقابل راين بشكل دائم. وأول ما بتخرج من مكتبه بتطلب من جاسوس هيصور لقاء راين وعائشة، وفعلا بتبعته لحارس. بعد نصايح كينا بتروح عائشة بيت الأسرة تصالح حارس، وبتعتذر إنها معرفتش تقوله عن مقابلتها مع راين، وبتقوله إن راين كان بيعتذر عن سوء الفهم اللي سببه، وإنها لو مش بتحبه ما كانتش ادتله فرصة تانية ورجعوا سوا. بس حارس بيقول لها إنها لو بتحبه مش هتطلب منه يتجوز واحدة تانية، فبتقوله إنها عايزاه يبقى أب وتطلب منه يسامحها، وبيسامحها بشرط إنها ما تتكلمش عن تعدد تاني وإلا هيسيبها ويسافر يعيش لوحده. نرجع لصوفيا وهي بترمي السم في ودنه مع حارس، وبتظهر عائشة بصورة الزوجة الخاينة مرة تانية، وبتخطط صوفيا مع الأم إنها توري صورة عائشة لأهلها عشان يزودوا مشاكلها. ولكن على الجانب الآخر بينتهي اليوم ده بصلح بين حارس وعائشة، ومع شمس يوم جديد بيبلغ حارس أسرته إنهم قرروا يزوروا قرية عائشة في نهاية الأسبوع، وبتطلب الأم تروح معاهم، وبيتصدم الكل حتى أهل عائشة لما يوصلهم الخبر. بتروح عائشة وحارس والجدة للقرية، وتاني يوم بتحصلهم الأم وبتدخل للأهل وهي بتذم في عائشة وبتحكي لهم القصة اللي حصلت من 4 سنين. ولما بتسمعها عائشة بتدافع عن نفسها، لكن الأم بتطلع صورتها لما حارس طردها زمان وتوريها للوالد اللي من الصدمة بتجيله سكتة قلبية، وأمها بتلومها على اللي حصل لأبوها. بس الجدة بتعرف أم عائشة اللي حصل، والأسرة كلها بتلوم أم حارس، وبيحاول الكل مواساة عائشة وأمها في المستشفى. بتدخل عائشة تعيط على والدها وتقعد تترجى وتدعي إنه يفوق من غيبوبته، وفجأة بيتنفس الأب بصعوبة، فبتنده الدكاترة عشان يلحقوه، ولكن للأسف بيخرج لهم الدكتور بخبر وفاته، وبتبكي العيلة كلها. بيفضل حارس في بيت أسرة عائشة بيحاول على قد ما يقدر يهون عليها، لكنها مش بترضى ترجع معاه، تطلب منه وقت للراحة في بيت العيلة. لما بيوصل لوالد حارس أخبار الوفاة الأم بتبرأ نفسها تماما، وبتقول إن موته مش ذنبها وإنها ما قالتش غير الحقائق وهي مش مسؤولة عن النتائج. ولكن جوزها لأول مرة بياخد موقف ضدها ويبدو عليه الاشمئزاز منها ومن صوفيا. عائشة بتكون في حالة من العذاب والذنب، وحارس بيخطط إنه هيروح يرجعها البيت بعد يومين. ولما بيكلم مساعده بيقول له أخبار جديدة عن دانيال وإنه قابل صوفيا من كام يوم، وبيجي بوكيه ورد من راين لعائشة. ولما أختها بتستلم البوكيه بتقول الأم إن البوكيه من حارس. ولما نرجع لبيت حارس الأم بتكون بتدور على الأب مش لاقياه، لأنه بيكون بره بيسأل عن حبيبته القديمة وبيحاول يوصل لها. لما بتسأل الأم الجدة عن مكانه بيدور بينهم جدال، وبعده بتتصل الجدة بحارس تطمن على عائشة، فبيقول لها إنها لسه في القرية وإنه هيروح يجيبها، وبيطلب من الجدة خدمة. وبنشوف الجدة بتفتش في كل مكان في البيت عن الصورة اللي وريتها الأم لوالد عائشة، وتلاقيها فعلا وبتسلمها الحارس اللي بيروح بيها لأمه، وبيسألها جابتها منين، وبتحاول تتوه وتستغل دخول الأب عشان تغير الموضوع، لكنه مش بيسمح لها وبيكرر سؤاله. ومع إصراره بتعترف إنها استلمت الصورة من صوفيا. حارس بيقولها إن هي وصوفيا كانوا سبب خسارته لابنه، بس بتقول إنها ملهاش علاقة وإنها بس أخدت الصورة من صوفيا وما تعرفش جابت الصورة منين، لكن البيت كله مش بيصدقها. وبعد كده بنشوف دانيال موقف راين في الطريق وبيسأله عن علاقته بصوفيا، راين بيقوله إن ما فيش علاقة بينهم، وبيشكره على خطفه لعائشة لأنه كان السبب في بداية علاقتهم. بنشوف الأب رايح فرح لوحده من غير ما يعرف الأم، فبتسأله إذا كان رايح يتجوز، فبيقول لها وإيه المشكلة بتاع، على الأقل لما يعمل كده هتفهم العذاب اللي بتعذبه لعائشة عامل ازاي، وبيسيبها ويمشي وهي مصدومة من كلامه. بنرجع لصوفيا اللي بتجهز شنطتها للسفر، ولكن حارس بيتصل بيها وبيقول لها تيجي مكتبه بدل ما يعين حد يقتلها. بيقفل السكة وبتروح فعلا مكتبه، بيسألها خططت مع مين لتدمير حياته مع عائشة ومين اداها الصورة، فبتقول له إنها ادت الصورة للأم لكنها ما تعرفش مين بعتها لها. راين بيطلب من سكرتيرته تجهز له رحلة لقرية عائشة، وبتصل على عائشة اللي بتقول له ما يتصلش بيها أبدا سواء حارس معاها أو لأ، ويبطل يبعت لها ورد عشان هترميه في الزبالة على أي حال، وبتقفل السكة في وشه فبيغضب جدا وبيرمي تليفونه. بعدين بيجيلها اتصال من حارس يطمن عليها ويقولها إنه جاي بكرة أو بعده يرجعها البيت، بس بعدها بتوصله رسالة من دانيال بيقولوا فيها إن عائشة سعيدة بصحبتها مع خطيبها السابق وإن وجودك مش فارق معاها. أم حارس بتتجسس على الأب وبتعرف إنه عنده أكاونت على فيسبوك، وبتبدأ تحقق مع اللي عمله وبتشك في إنه بيخونها من خلاله، لكنه مش بيديها أي اهتمام. أما راين بيروح القرية فعلا وبيتطفل على عائشة في مكانها المفضل كعادته،
بيطلب منها تسيب حارس وترجع له، لأنها مش هتعرف تتعامل مع شخص عصبي زيه، لكنها بتوقفه عند حده وبتمشي وتسيبه. بس وهي ماشية بيجيلها ضربة شمس ويغمى عليها. مجرد ما بيقرب راين منها عشان يطمن عليها، بيكون حارس وصل وبيضرب راين وبيبعده عنها. بعد ما بيضربه بيروح بعائشة للمستشفى، والدكتور بيطمن حارس وأهلها بيدخلوا يشوفوها. بعد كده راين بيدخل يطمن عليها من حارس، فحارس بيقول له دي زوجتي مالكش دعوة بيها، أنا أقدر أهتم بيها. فراين بيقول له إنه لو مش قادر يعتني بيها الأحسن يسيبها له، وبيمشي من المستشفى. لما بتقابل الأم عائشة بتعتذر لها إنها صدقت الصورة كذبتها وبتصالحه. وبعد شوية بتيجي عائلة حارس وبتطمنوا عليها، لكن أم حارس مش بتكون مهتمة بيها إطلاقا، بتكون مهتمة بس براين اللي قاعد برا المستشفى، لدرجة إنها بتروح تسأله هو شخصيا، لكنه بيقول لها مالكيش دعوة. فبتقول له شاب لسانه قذر زيك هو اللي كان يستحق زوجة زي عائشة مش ابني. فبيقول لها لو الموضوع كده قولي لابنك يطلقها وأنا هحقق لك أمنيتك وهاخدها، ابنك اللي ما يستاهلهاش. وبيسيبها ويمشي. مع صباح اليوم التالي بتصحى عائشة عشان تلاقي حارس جنبها في المستشفى، وبيشوف رسالة من راين ليها. مجرد ما بتصحى بيسألها إذا كانت أمينة معاه، فبتقول له فبيسألها إذا كانت على اتصال مع راين أو لأ. وقبل ما تجاوب بيقول لها إنه مش هيسمع إجابتها دلوقتي، والأحسن ترتاح ولما يتم شفائها يبقوا يتكلموا. وبتخاف فعلا وبيروحها لبيت أهلها، وبيبدأوا يتكلموا عن راين، وبيسألها لو هي جديرة بالثقة ومش بتخونه ليه غابت اتصالها براين. فبتقول له إن مفيش أي حاجة بينهم وإنهم مجرد أصدقاء. فبيقولها بس هو مش شايفك كصديقة أبدا. بيتهمها باللعب من ورا ظهره، فبتطلب منه عائشة ما يكررش غلطه زمان ويبطل يتهمها بالخيانة بدون أي دليل. لما بيجي وقت النوم بيحس حارس بذنب وندم إنه كرر غلطة الماضي، وبيعتذر لها وبيقول لها إنه قلقان من خسارتها وإنه عمره ما هيشك فيها تاني. فتشكره عائشة وبتسامحه وبتوعده إنها مش هتخبي عنه حاجة، خصوصا لو حاجة ليها علاقة براين. بنرجع لصوفيا اللي بتقابل راين وبتعرف منه قصة إغماء عائشة وغيرة حارس. بس وهي خارجة من المطعم بتقابل مساعد حارس اللي بيسألها ليه قابلت راين، بس هي بتنكر إنها قابلته وبتهرب بالعربية. وفورا بينقل المساعد الأخبار لحارس. فبتقلق صوفيا وبتجهز شنطتها عشان تهرب، وبتروح في أجازة فعلا هروبا من مراقبة حارس ليها. وفي نفس الوقت والد حارس بتوصله أخبار عن صورة لحبيبته ميليسا اللي بيدور عليها من فترة، وبيطلب الأب الصورة دي من الجاسوس. والأم بتسمع المكالمة وبتسأله عن الصورة، ولما بيتجاهلها بتسحب تليفونه عشان تشوف المتصل، لكنه بيشده منها وبيقول إنها واقعة وغير محترمة وإنه محتاج زوجة تهتم بمشاعره وتفهمه، وبيمشي من البيت. وفيما بعد بتوصله صورة حبيبته حامل، وبيطلب من جاسوسه جمع معلومات أكتر عن صاحبة الصورة. وتكون الأم قلقانة جدا لكنه يتجوز، تسأل عنه كل صحابه لكن محدش بيديلها حاجة مفيدة. بعد رجوع حارس وعائشة من القرية بتروح معاه الشغل، بس بيظهر عليها التعب فبيروح بيها للمستشفى عشان يطمن عليها. فبتحصل المعجزة وتبلغهم الدكتورة إن عائشة حامل، وتكون الفرحة مش سايعاهم. ويبدأ حارس يعملها بحرص ويديها التعليمات المعتادة بتاعت الحوامل، زي إنها متشيلش حاجة تقيلة وتنام كويس وتاكل كويس، ولو هتشوف التلفزيون تشوف أفلام سعيدة عشان البيبي ما يوصلهوش أي طاقة سلبية. أم حارس بتلوم جدته على اختفاء الأب، وبتقول لها إنها أكيد حرضته عليها. والجدة بتنفي وبتسألها على صوفيا وتقول لها هي ليه هادية كده، بقالنا شهرين ما بنسمعش عنها حاجة. والأم مش بتعرف ترد عليها وبتتصل بأم صوفيا عشان تعرف مكانها، وحتى أمها ما تعرفش. وبنشوف صوفيا بتكلم حد وبتقول له يبعت لها فلوس عشان بقالها شهرين بره وفلوسها خلصت. وبنتفاجئ إن الشخص ده مش دانيال، لأن دانيال بيتصل عليها بعد مكالمتها مباشرة وبترفض ترد عليه لأنها مش محتاجاه. وبنعرف فيما بعد إنه راين اللي مهددها بصور مسيئة ليها لحد ما دانيال يفصل بين حارس وعائشة. تاني يوم بيقابل دانيال عائشة وبيقول لها إن سعادته مرتبطة بانفصالها عن حارس، ومش بيوضح لها إن دي رغبة صوفيا. وبيقول لها إنها لو ما سابتش حارس هيأذيها، فبتقول له يشفق عليها وعلى ابنها. وفي وسط نظرات اندهاشه من حملها بينقذها مساعد حارس. وبعد هروبه بيروح يقابل صوفيا عشان يبلغها خبر حمل عائشة. والمساعد بيقول لحارس اللي حصل، بيفكر إنه يعين بودي جارد لعائشة. وبترفض الفكرة في الأول، لكن بعد شوية ضغط بتوافق إن المساعد بتاعه يراقبها بشكل دائم. في البيت التاني والد حارس بيسافر لندن بحثا عن حبيبته من غير ما يبلغ الأم، وبيصدم حارس بالخبر. وتاني يوم بيطلب حارس من عائشة إنها متعرضش أمه خبر حملها عشان مش واثق فيها. وبعد شوية بتجهز عائشة الأكل مع الجدة، وفجأة بتظهر عليها علامات الحمل، فبتعرف الجدة وبيحضنوا بعض. ولما بتدخل عليهم الأم بتخبي عنها الجدة خبر الحمل. بتقابل صوفيا دانيال وبتعصب لأنها مش راضية إنهم يهربوا سوا، ومصرة تدمر حياة عائشة الأول، وبتقطع عصبيته
رؤية صوفيا لعائشة مع الجدة. ولما بترجع عائشة الحارس بتبلغه بمعرفة الجدة خبر الحمل، وتوريه عشرات الهدايا اللي اشتريتهم لحفيدها المنتظر. وفيما بعد بيتصل والد حارس بابنه يبلغه ميعاد رجوعه لماليزيا. الولاد لما بيوصل البيت الأم بتتجادل معاه كالعادة فبيمشي ويسيبها. ولما بيرجع البيت بالليل بتتلصص على تليفونه وبتعرف سبب سفره لبحثه عن ميليسا، اللي بتطلع مش بس حبيبته، دي زوجته السابقة اللي أجبرته الأم على تطليقها وإلا هتحرمه من حارس. ورغم معرفتها بحمل ميليسا إلا إنها مقالتش للأب عشان تستحوذ عليه لوحدها. والجدة كمان طلبت منه يسيب ميليسا لأنها ما كانتش موافقة عليها من الأول. لاحظ مراقبة المساعد لعائشة في كل مكان، وده بيضايقها وبيحسسها إنها مش مرتاحة. بس لما بتشتكي الحارس والجدة بيقولوا لها إنه ضروري لأن ممكن يحصل لها مشكلة في أي مكان، فلازم يكون متاح لحمايتها. بس فيما بعد بتطلب من حارس يطلب من مساعده يسيبها مع كينا لوحدهم لأنهم عايزين يقعدوا قعدة أصدقاء ومش حابين حد يتطفل عليهم. وكده كده كينا هتخلي بالها منها وبيوافق حارس. ولما بتخرج مع كينا بيكون مراقبهم دانيال وبيصورهم وبيبعت الصور لصوفيا وبتأمره يجهضها ما يسمحلهاش تهرب. وأول ما بتسيبها كينا بيجهز دانيال عربيته عشان يخبطها، ولكن ضميره بيمنعه. بيرجع لصوفيا يقول لها إنه مش هيعمل أي حاجة ممكن تقتل حد، وكفاية الرعب اللي مسببها لها عائشة. وبيقول لها تشوف حد تاني تمام العملية، بس هي بتقول له ما يقلقش وإنها مش هتسيبه أبدا، وحتى لو دخل السجن هتفضل تزوره وهتتجوزه بمجرد ما يخرج. فبيقول لها إنه في حبسه الأول لا زارته ولا سمع عنها أصلا. فبترمي اللوم على عائشة كالعادة إنها كانت منعاها تزوره، بس هو مش بيصدقها وبيمشي ويسيبها. لما بيرجع حارس البيت بيقول لها انهم هيعملوا حفله يعلنوا فيها خبر الحمل للعيله والاصحاب المقربين. وبتتصل عائشه باسرتها وتبلغهم بالخبر وبتطلب منهم يحضروا الحفله. وفي نفس الوقت بتصحى ام حارس من النوم ومش بتلاقي زوجها جنبها، وبتلاقي شنطه هدوم جديده وبتتعجب هو متزوق الصبح كده ورايح فين. ومع بدايه التجمع العائلي اللطيف بتتفاجئ عائشه بضيوف غير المتوقعين. الضيوف هم الأستاذ فهمي وزوجته فرح أصدقائها في لندن، وبتتصدم لما بتعرف إن حارس هو اللي وصلهم ليها عشان يكونوا عين ليه عليها على طول فترة بعدها عنه، لأنه كان قلقان عليها ومقابل ده سفرهم على حسابه. بعد شوية بتتصل الجدة على الأب تستعجله عشان يتأخر، وبيوصل فعلا وبتلحقوا الأم. وأول ما بتدخل بتقوله فين اللي بتخوني معاها، وعمالة تطول لسانها على الأب والجدة. وحتى حارس ما سلمش منها، لكن عائشة بتفهمها إنه احتفال بحفيدها اللي جاية في الطريق. ولما بتعرف بتبقى في نص هدومها وسط ناس من الإحراج. وبعد الحفلة بيتجمعوا معاها وبيهددوها بهزار كده إنها لو استمرت على قلة ذوقها دي جوزها هيتجوز عليها وبيروح للنوم. لكن قبل النوم بتكلم أم نفسها وبتشك في صدق عائشة في موضوع الحمل ده. ولما بتحاول تتجسس على تليفون زوجها كالعادة بيكون المرة دي عامل كلمة سر ومش بتعرف تفتح أخبار جديدة عن جيسيكا اللي كانت بترعاها وهي حامل. وبتدخل الأم وتسأله مين جيسيكا دي، لكنه بيلف ويدور وبيقول لها إنه ما قالش جيسيكا أصلا. وفي لحظة من السرحان بتشارك الأم شكوكها في خيانة الأب مع عائشة، لكن بتلحق نفسها وبتفوق تاني وبترجع لطبيعتها وبتعامل عائشة بأسلوب وحش. بنروح لصوفيا اللي بتشوف دانيال بيشحت باستخدام جيتاره وبتقعد معاه وبتقول له إنها محتاجة مساعدته في تدمير عائشة معنويا لإفساد حملها. بس هو بيقول لها تبعده عن أي مهمة تتطلب إيذاء شخص، وفيما عدا ده هيعمل كل اللي تؤمر بيه. بتروح عائشة لمتابعة الحمل وبيسيب حارس شغله عشان يروح معاها، ولكن قبل ما يوصلها بيكون راين وصل وبيقعد يطول معاها في الكلام، لكنها بتسيبه وتمشي عشان حارس ما يفهمش غلط. بس بتكون نسيت أدويتها قبل ما تمشي. ولما بتقابل حارس مش بتقوله حاجة عن مضايقة راين ليها. الأم بتقابل صوفيا وبتقول لها إن الولد مش ابن حارس، فبتلقط الأم الطعم كالعادة. لما بتوريها صوفيا صور لعائشة مع راين بتطلب الأم من صوفيا تتجسس على عائشة وراين. وتاني يوم بيجي راين بيت عائشة عشان يديها أدويتها وبتشوفهم الأم سوا. وبعد ما بتشوفهم بتروح توقف راين وبتكلمه، فبيقول لها إنه بيحب عائشة وإنه راح لها البيت عشان يديها فيتامينات للبيبي، وبيمثل كأنه مهتم بالبيبي يعني عشان يدعم شكوك. حارس بيعمل شراكة مع شركة كبيرة في الشغل، وبعد ما بينهي اتفاقه بيتصل يطمن على عائشة ومش بتقوله على اللي عمله راين. وبعد المكالمة بتروح الأم المكتب لحارس وبتقوله إنها شافت راين في بيته وعلاقتهم لسه مستمرة، وبيقول لها إنه هيطلب منها توضيح لما يرجع البيت. وبتتغاظ الأم من رده وبتقوله وهي ماشية إنها عايزة تتأكد من إيه اللي في بطنها ابن حارس ولا لأ. قبل ما حارس يروح البيت بيقابل راين وبيسأله عن سبب مقابلته لعائشة، فبيحكي له كل اللي حصل وإنها نسيت أدويتها وهو راح يوصلها لها مش أكتر. فحارس بيحذره إنه لو قرب أو حاول يكلم عائشة في أي وقت رد فعله مش هيبقى بالكلام تاني وهيبدأ يستخدم العنف. لما بيرجع البيت مش بيكلمها في موضوع راين
لخوفه من إنها تتعب لو الجدال اشتد بينهم. ولكن رغم ده هي بتلاحظ تغيره شوية في التعامل معاها، وبتسأل نفسها إذا كانت عملت حاجة غلط. تاني يوم بتروح صوفيا مع والدة حارس مول، وبتكون عائشة هناك مع كينا، ودانيال مراقبهم، وبيروح يطلب من عائشة مساعدة في علاج أمه اللي ماتت أساسا. بتشوفهم الأم بتصورهم وهي بتديله فلوس زي ما خططت صوفيا. بنشوف صديقة راين بعد اجتماعها مع حارس بتقوله إن مفتاح العربية ضاع، وبيعرض عليها يوصلها، وقصاد عربيته بتمثل إن رجلها اتلوت وبتسند عليه. وطبعا كل دي خطة من راين عشان يبعت الصور هو كمان لعائشة. ولما بيروح حارس بتلاحظ عائشة أثر روج على لياقة قميصه، وبتبدأ أفكار سلبية في دماغها، وفي نفس الوقت بتبعت البنت رسالة لحارس تشكره فيها على توصيلها للبيت. وبتشوفها عائشة وبتزيد شكوكها. بتزور صديقة راين شركة حارس وبتشكره مرة تانية على مساعدتها. وبالصدفة بتوصل عائشة للمكتب في الوقت اللي بتكون صديقة راين بتهزر مع حارس فيه، وبتمشي من المكتب متعصبة وتطلب من مساعد حارس يوصلها البيت. ومجرد ما بتوصل البيت بتلاقي صور راين مبعوتة لها، وحارس بيروح يصدقها لما بيرجع، لكنها مش بتقوله حاجة، وبتقوله إنها تروح لبيت أهلها عشان وحشوها، وبيوافق وبيوصلها. حارس بيكون مع صديقة راين في عشاء عمل، ولما بتروح الحمام بيرن عليها راين، وبيشوف حارس اسمه في تليفونها، بيبدأ يشك فيها. أما عائشة في بيت أهلها بتعيط على خيانة حارس من غير ما تعرف حد في البيت. وفي نفس الوقت الأم بتكلم حارس عن خيانة عائشة، وبتدور بينهم خناقة. تاني يوم بتشوف كينا وصوفيا وهما بيتكلموا عن الصور اللي بيبتزها بيها. مجرد ما بيمشي راين بتروح كينا لصوفيا وبتطلب منها تفهمها علاقتها براين، وبتستنتج من نفسها إنهم بيساعدوا بعض عشان يدمروا علاقة عائشة وحارس. حارس بيزور عائشة في بيت أهلها وبيسألها ليه متضايقة، فبتسأله عن هوية الست اللي اسمها زولين صديقة راين، فبيقول لها إن دي زوجته التانية. ولما بتقول له يمشي بيقول لها إيه العذر ده مش حلو، وبيضحك بسخرية، وبيقول لها دي مجرد عميلة وإن المفروض تثق فيه زي ما هو بيثق فيها، وبيتصالحوا. لما بيجي الليل بيتغدوا مع أم عائشة، وبتحكي الأم لعائشة إن والدة دانيال اتوفت، وبتعرف إن دانيال كان بيكتب عليها لما استلف منها فلوس. وبيقول لها حارس ليه ما قالتلوش إن دانيال استلف منها فلوس، وقبل النوم بيلومها إنها عرضت نفسها للخطر بالتصرف ده، وبتعتذر له، فبيقول لها ما تتصرفش تاني بلطف معاه لأنه كذاب وحرامي. صوفيا بتسمع راين بيكلم حد على التليفون، وبيقول له إنه ممكن يقتل صوفيا بمجرد ما تنتهي مهمتها. وبنرجع لأم حارس اللي بتقول للأب إنها عرفت إنه بيدور على ميليسا، وبيدور بينهم جدال، وبتقول له إنها هتخلي حياة ميليسا جحيم لو قرب منها. وبنشوف إزاي نورا فرقت بين حكيم وميليسا زمان بإنها زي في التسجيل لجوزها كان بيقول فيه إنه عايز ينفصل عن ميليسا وبعتته لها. الأم بتروح لعائشة عشان تسحبها بالعافية وتتأكد من والد الطفل، لكن مساعد حارس بيوقفها وبيقول لها إن حارس عايز عائشة تروح له المكتب. فبتتصل الأم بحارس وبيقول لها ما تقربش من عائشة وتيجي تقابله في البيت. عائشة بتروح مكتب حارس زي ما طلب، وبيوريها صورة دانيال وصوفيا، وبتفهم هي كمان اللعبة بتاعتهم. وبيروحوا البيت العيلة ومعاهم تقرير طبيب يثبت إن الطفل ده ابن حارس، وبيحرجوا الأم اللي بتنال تهزيق الأب والجد. صوفيا بتطلب من دانيال إنقاذها من راين مقابل إنها تتجوزه، وبتقول له يجيب لها السي دي اللي عليه صورها من بيت راين، وبتقول له إن السي دي ده عليه دلائل لمكائدها ضد عائشة. وفعلا بيروح بيت راين وبيدور على السي دي في كل مكان بس مش بيلاقيه، وبيظهر راين فجأة ومعاه السي دي، وبيوريه راين ايه اللي على السي دي ده، وبيتصدم من اللي بيشوفه، وبيتأكد إنها كانت بتكذب عليه طول الوقت ده. وبتستغرب صوفيا من تأخر اتصال دانيال بيها، وبتشك إنه اتقبض عليه. الأم بتعترف في الأب بكل اللي عملته عشان توقع بينه وبين ميليسا عشان بتحبه ومش عايزة تخسره، وبتعتذر عن كل الذنوب اللي عملتها، وبتعترف بغلطها وبتطلب منه المسامحة، لكنه مش بيكون طايق يبص في وشها حد. بتقابل عائشة دانيال وبتلومه إنه خبى وفاة والدته عنها اللي هي بمثابة أم ليها، فبيقولها دانيال إنها كويس إنها ماتت بدل ما تعاني من وجود ابن سيء زيه. وبيعتذر لعائشة على المشاكل اللي سببها لها، وبتقول له إنها دايما معتبرة صديق وإنه لازم يغير حياته، وبيشكرها دانيال. أما راين بيفاجئ صوفيا إنه ورا دانيال الفيديو بتاعها، فبتتعصب عليه لكنه بيطردها ويزعق لها. ولما بنرجع لبيت العيلة بنلاحظ تغير تصرفات الأم، وبتطبخ للأب والجدة لأول مرة من سنين، وبتحاول تعوض خطأها، بتبقى زوجة صالحة وبتطلب منه الجدة يديها فرصة تانية. وبيظهر تغير نورة وبتطلب من عائشة تيجي تتسوق لحفتها، وبتكون الجدة فرحانة من اللي حصل، وبتبعت عائشة الصور مع الأم الحارس وبينبسط هو كمان. ولما بترجع البيت بتقول للأب إنها اكتشفت إن عائشة بنت لطيفة، فبيقول لها أخيرا عرفتي الفرق بين الزجاج والألماس؟ صوفيا بتفتكر اللي حصل بينها وبين راين في الماضي، وهو بيوعدها إنه هيسيب عائشة عشانها، وإنه لولا قابل عائشة قبلها كان خطبها هي، وبنشوف إن هو السبب في كل اللي حصل، وإنه في تهديده ليها
طول الوقت بتدمير سمعتها خلاها تسعى لتدمير حياة حارس. بتروح صوفيا لحارس تطلب منه مساعدتها في النجاة من راين، وتقول له كل حاجة عملتها هي وراين لتدمير حياته مع عائشة، وبتحكي له إن راين خطط لكل حاجة من البداية، وعن الحادثة اللي خلت عائشة تجهض، وإنها كانت مضطرة تساعده عشان ما ينشرش صورها. وفي وسط كلامهم بتشوفها مع عائشة ماسكين ايدين بعض، وبتضايق من حارس تاني. ولما بيسألها ايه مضايقها مش بتقوله كالعادة، فبيبعت معاها مساعده يروحها البيت، وقبل ما تروح بتطلب من المساعد يستناها بره مول على ما تشتري حاجة. ولما بتدخل المول بتقابل راين اللي بيطلب منها تكلمه لآخر مرة في حياته، لأنه هيروح لندن ومش هيشوفها تاني. بتوافق، لكنها بتستأذن تروح الحمام. ولما بتروح بيحط لها السم في العصير، لكن لحسن حظها بينقذها مساعد حارس قبل ما تشربه، لأنه بيكون متابع كل حاجة حصلت. لما بيرجعوا البيت بيلومها حارس على مخالفتها لأمره ومقابلتها لراين وتعريض نفسها للخطر، فبتعتذر له، بس بتلومه هي كمان عشان مسك ايد صوفيا. فبيقول لها انه قابل صوفيا لسبب، وانه هيشرح لها كل حاجة بس في الوقت المناسب. بيطلب منها تتصل براين وتقول له انها اسفة على اللي عمله المساعد عشان يعرفوا السبب ورا كل اللي عمله معاهم، وبتعمل كده فعلا. بتقول له انها زعلانة من حارس وهتكلمه تاني. في نفس الوقت بيجيب راين صوفيا عشان اعترفت بكل حاجة لحارس، وبيهددها انها لو سابت حارس يروح للبوليس يبلغ عنه هيفضحها. وبنشوف ان حارس بيكون شاكك ان اللي عمله راين ده مش سببه غضبه من ارتباط عائشة بيه، لو كان بيحبها قوي كده ما كانش خانها، فاكيد في سبب تاني. وبعد يأس صوفيا وسط كل المشاكل اللي محوطاها بتروح لعائشة تساعدها، ولكن كينا بتمنع عائشة من مساعدتها خوفا من انها تكون مكيدة جديدة. بترجع تاني لراين اللي بيقول لها انها لازم تقتل كل عيلة حارس لانه عمره ما كان عنده عيلة بسببه، وبيقول لها انه عمره ما حب عائشة، وان كل اللي عمله ده كان خطة لتدمير حارس، وبيأمرها تجيب له عائشة لحد عنده في خلال 3 أيام. بتشوف راين وهو بيفتكر ذكريات من الماضي مع أمه اللي ماتت في إيده وهو صغير، وشغله وهو صغير عشان يساعد في فلوس البيت، وبيكون قدامه صور الناس اللي ساهمت في عذابه طول حياته. وفي نفس الوقت الجدة بتطلب من الأم والأب يقولوا لحارس قصة ميليسا، وبيوافقوا، لكن بيستنوا وقت مناسب. وقبل ما يجي الوقت المناسب تحريات المساعد بتوصل خبر مفاجئ لحارس، وهو إن والدة راين ووالدة حارس كانوا مقربين لبعض جدا زمان، وإن راين عمره ما كان عنده أب بيولوجي بس عنده والد بالتبني. بيبدأ حارس يحس إن في حاجة غريبة. راين بيبعت بلطجي لوالد حارس يضربه، وصوفيا بتتصل بعائشة بأمر منه، لكن حارس اللي بيرد على المكالمة وبيتحرك راين بأقصى سرعة عشان يحقق انتقامه، لأنه عرف من دكتوره إن سرطان الدم اللي عنده وصل لمراحل متقدمة ومش فاضله أيام كتير يعيشها، إلا لو لقى حد عنده نخاع عظام مطابق في عيلته ساعتها ممكن يتم إنقاذه. بيحصل اقتحام لبيت حارس وعائشة لوحدها فيه من واحد معاه سكينة، والشخص ده بيكون صوفيا اللي بتحاول تقتل الجنين، لكن لحسن حظ عائشة بتنقذها الأم وبتتلقى الطعن عوضا عن حفيدها. ومجرد ما بتشوف صوفيا منظر الدم بتهرب، والأب بيشوفها وهي بتهرب، بيدخل يشوف ايه حصل، فبيتصدم وبيجري على المستشفى بزوجته وبينقلوا لها دم وبتبقى تمام. بس بتوصله مكالمة من جيسيكا وبيطلب منها تبعت له صورة ابنه، وبيتصدم إنه راين، ويبلغ الجدة والأم بخبر وفاة ميليسا، لكن مش بيقول لهم إن راين ابنه. في وسط هلوله صوفيا في الشارع بعد جريمتها بينقذها دانيال ويوديها البيت آمن. بيروح مع رجالته يضرب راين وياخد منه السيتي. بيروح بعدها لحارس يطلب منه ما يبلغش عن صوفيا لأنه بيحبها زي حبه لعائشة بالظبط، بس حارس بيرفض وبيقول له ده مش حب، ده هوس، المفروض هو اللي يوديها السجن بنفسه بعد كل اللي عملته عشان تدفع تمن جرايمها وتخرج شخص أحسن. بيفكر دانيال بكلام حارس وبيفتكر قصته مع صوفيا من البداية. لما بترجع الأم البيت بتسمع رسالة مبعوثة للأب بتقول إنهم لسه ما لقوش راين، فبتروح للأب وبتطلب منه يصارحها بالحقيقة. بيعترف لها إن ابنه من ميليسا هو راين، وبيجمع كل العيلة وبيقول لهم الحقيقة. بيحكوا الحارس كل القصة من البداية. بعد ما بيسمع حارس القصة وبيظهر ضيقه من كل المؤامرات اللي تمت بيقطع كلامه مكالمة بتبلغهم عن مكان راين اللي بيكون بين الحياة والموت. وفي نفس الوقت دانيال بيبلغ عن مكان صوفيا بعد ما كلام حارس أثر فيه فعلا، وبتسمع صوفيا وبيبلغ، بس هو بيوعدها إنه هيهتم بيها بعد ما تخرج من السجن وهيبدأوا حياة جديدة سوا، وبيمنعها من الهرب. راين بيكون سايب رسالة لعائشة بيعتذر فيها عن كل الألم اللي سببه ليها، وإنها تحولت لضحية انتقامه وغضبه، وإن اللي وصله هي النهاية اللي يستحقها. وبيقول لها إن هي ما كانتش الهدف، هي بس كانت وسيلة، وإن الهدف كان تدمير حياة حارس ابن حكيم والده اللي استغنى عنه وتسبب وفاة أمه. ولحسن حظه إن جيسيكا صديقة والدته أنقذته وبعتته لشخص خارج ماليزيا عشان يتبناه. ولما رجع مع ماليزيا شاف والده الحقيقي وشاف سعادته مع ابنه التاني. وفي الوقت ده
بدأت شعلة الانتقام تغلي، وبيعترف بكل اللي عمله، وبيطلب إنها تبعت الخطاب ده للبوليس عشان تقلل مدة حبس صوفيا. وفي نهاية خطابه بيعتذر راين لوالده على كل اللي عمله. بتتجمع الأسرة حوالين سرير راين منتظرين نجاته، وفعلا بينجو، لكنه بيدخل السجن بعد كل اللي عمله. بيروح الأب يعتذر له عن كل الألم اللي سببه له هو ووالدته، وراين بيقول له ينسى الماضي وبيعتذر لحارس، وبيعيش عائشة وحارس في سعادة مع طفلهم وأسرته. كده يكون خلص مسلسلنا لطيف، ودي كانت قصتنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان في أفلام أجدد وألذ معانا. وبس كده.